السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد المنعم من مدونة عالم المعرفة. اليوم سوف أقدم لكم درس جديد، وهو كيفية تحميل الفيديوهات ببرنامج آخر، وهو داونلود نينجا. والذي نستطيع أن نقول يضاهي إيديان، الذي يحتاج إلى سيريالات. أما هذا البرنامج لا يحتاج إلى أي سيريال، ومن خلاله نستطيع تحميل الفيديوهات أو الأغاني أو أي شيء نريد. لن أطيل عليكم الحديث. نقوم بتثبيت البرنامج على الحاسوب. هنا ننتظر إلى أن يثبت أو يحمل من الإنترنت. سأوافيكم بعد الانتهاء إن شاء الله. عودة مجددا إليكم أحبائي. كما ترون لقد حمل البرنامج من الإنترنت الملفات الخاصة به، وهو يجهز نفسه الآن للتثبيت. ننتظر قليلا كما تشاهدون. هو الآن يثبت البرامج التي تساعده على التشغيل فيما بعد. ما علينا إلا الانتظار. سأضع لكم جميع الروابط، رابط تحميل البرنامج بالإضافة إلى صفحتي على الفيسبوك وموقعي أو مدونتي قناتي. لا تنسوا النقر على إعجاب أو تعليق أو نقد الشيء الذي تريدونه، بالإضافة إلى متابعة قناتي إن أردتم. وإن استفدتم لا تنسوا مجازاتي بمتابعة. كما ترون لقد انتهى البرنامج من التثبيت الآن. نضغط على فينيش. هذا هو البرنامج. سيظهر لنا البرنامج هنا بالإضافة إلى أيقونة صغيرة هنا. هذه هي. هذا هو البرنامج. من هنا نستطيع أن نرى جميع ما قمنا بتحميله. هنا الأشياء التي حملناها وانتهينا من تحميلها، ومن هنا الأشياء التي نحن نحمل فيها الآن. لن أطيل عليكم. سنجرب تحميل فيديو أو شيء من الإنترنت. هذه قناتي. لا تنسوا الضغط على متابعة. سنختار فيديو من هنا على سبيل المثال هذا الفيديو. كما ترون الآن دخلنا إلى الفيديو. هذا رابط الفيديو. نقوم بأخذ الرابط. كما ترون عندما نقوم بأخذ الرابط تظهر لنا هنا تنبيه. بمجرد النقر هنا يقوم البرنامج بالتحميل مباشرة، وكذلك ننتظر قليلا وسيوفر لنا الجودة التي نريدها. كما ترون هنا جميع الجودة. هنا فيديو وهنا أوديو إن أردنا تحميل الصوت فقط. نحن سنحمل فيديو. نختار الجودة 720 جودة عالية. كما ترون البرنامج يحمل في الفيديو بنجاح، والخيار يعود إليكم إن كنتم تريدون تحميل الفيديو صوتا وصورة أو الفيديو صوت فقط. هذا الخيار يعود إليكم. كما ترون 127 كيلو بايت في الثانية. هو الآن في 1.14 وهو يتصاعد. وكما ترون الفيديو بجودة عالية 720 HD و23 دقيقة في الفيديو. أنا من مستعملي هذا البرنامج. أراه برنامج جميل جدا، ولا لا يدعم أي سيريالات أو تفعيل من أي موقع. من هنا نكون
قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أرجو أن أكون قد أفدتكم. إن أفدتكم أحبابي لا تنسوا النقر على إعجاب أو تعليق كما تريدون، ولا تنسوا متابعتي على قناتي، بالإضافة إلى زيارتي في صفحة الفيسبوك وتويتر وجميع المواقع الاجتماعية، وزيارتي في مدونتي. دمتم في رعاية الله وحفظه.